يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل مملكه في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحه واحسن حال، اللهم امين. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره تشوفوا قناتي، تاكدوا ان الاشتراك هيفرق معايا جدا. اشتركي في القناه من علامه الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر، اضغطي عليها ست الكل، هيطلع لك 3 خيارات. اختاري اول خيار فيهم هو الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناه وصلك اشعار بيه، تدخلي تنوريني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم وتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي على راسي من فوق. انتوا شرف ليا اساسا انكم تبقوا موجودين كده في حياتي. فشكرا شكرا شكرا، وربنا يجازيكم كل خير على كل ضغط الزر بتضغطوها لي. امان اللي ما بيني وما بينكم تنزلوا تحطوا اللايكات بتاعتكم، تكتبوا لي تعليق حلو كده من تعليقاتكم. ويلا بسرعه نشوف احنا جبنا ايه. فيديو مشتريات، مش عايزه اي تعليق سلبي على الفيديو ده. بصوا جايه لكم فيديو مشتريات. انا بحب ان انا اشارك معاكم عشان اعرفكم مثلا الاسعار كده، تاخدوا فكره مش اكتر. فيلا نشوف ريهام جابت ايه النهارده من السوق، وجبنا ايه بالاسعار بتاعتها بكل حاجه. اهم حاجه تابعوا الفيديو بتاعي للاخر، واهم حاجه كمان لايكاتكم وتعليقاتكم. اول حاجه كده هنفضي الشنطه كلها ونشوف الاسعار، ونشوف احنا جبنا ايه الحاجات اللي احنا جبناها، وايه الحاجات اللي كانت موجوده في السوق بالاسعار كلها. اول حاجه هفضي الشنطه بس الاول عشان ما ننساش اي حاجه. على فكره انا ما جبتش السوق ده، حسيت ان السوق اساسا كان فاضي، لان عندنا في البلد هنا بيبقى السوق اعتماده كله على يوم الخميس. يوم الخميس بيبقى في ناس كتير جدا قاعدين في السوق، والناس كلها يعتبر ان هي بتنزل وبتتسوق يوم الخميس. فانا من ساعه ما نزلت معاكم الفيديو اللي فات وانا ما نزلتش السوق تماما، عشان لما اقول لكم حاجه في الفيديو تصدقوها. انا بجيب الحاجه دي بتقعد عندي 3 اسابيع وممكن اسبوعين على ما تخلص. يحلها حلال بقى ان انا اصحى بدري، اقدر ان انا اصحى بدري عشان هجيب حاجه غيرها للبيت. فلما تلاقوا حاجه مثلا زياده شويه، او انتوا شايفين ان هي زياده شويه، هي ما بتبقاش زياده. انا بجيب يعني الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. بجيب على قدي الحمد لله. يعني انا من الناس اللي ما بحبش ان انا افور شويه في المصاريف، او يعني بجيب الحاجه اللي انا محتاجاها بس مش اكتر. فلو لقيتوا حاجه هكه ولا هكه، ما تكتبوش اي تعليق هك. ما تقعدوش تقولوا انت جايبه مانجا وجايبه مش عارفه. ما جبتش مانجا وربنا ما جبت مانجا. هفضي بس شويه الفلفل، لان عامه لما ببقى جايبه نص كيلو بيقولك يعني ايه فضيها في الشنطه، ما بيكلفوش نفسهم هما يدوكي كيس على النص كيلو اللي انت شارياه. يبقى نفضيها بعدين. تعالوا بقى اقول لكم انا جبت ايه. اول حاجه كاعتماد كلي ان لازم تبقى موجوده في البيت على طول دايما، هي البطاطس والطماطم. تمام، دول الاعتماد الكلي عليهم. يعني اليوم اللي مبيبقاش فيه بطاطس او طماطم بحس ان في حاجه ناقصه من البيت، فبعتمد ان انا اجيب الحاجتين دول اول حاجه. تمام، وبعد كده الحاجه التانية. البطاطس النهارده كانت عامله 20 جنيه، هوريكم حجمها، بس هي بطاطس بتاعت تحمير. طبعا انا بجيبها تحمير بس لان انا مش اعتماد كلي على الطبيخ بتاع البطاطس. الولاد ما بي يعني مش مقبلين عليه قوي، او ان انا مش من الناس اللي بعمل طبيخ كتير. تمام، جبت البطاطس دي اهي، شايفين حجمها؟ بحب الحجم ده قوي، اللي هو الحجم الوسط. دي الكيلو منها عامل 20 جنيه، فجبت 3 كيلو. 3 كيلو لاسبوعين 3، فاهمين؟ ساعات بيخلصوا في اسبوع. هما يعني ايه، حسب سحبي انا في الحاجه. انتوا فاهمين؟ يعني ممكن دول يقضوني مثلا اسبوعين، ممكن يقضوا اسبوع واحد، ممكن يقضوا اسبوع وكام يوم، ممكن يقضوا 3 اسابيع، حسب استخدامي في الحاجه. مثلا عملت بطاطس كتير، حمرت بطاطس كتير، عملت طبيخ مثلا مره منها، فده بيختلف في كده. جبت الطماطم دي اللي هي الطماطم اللي بيقولوا عليها طماطم بلح، كانت عامله 20 جنيه في السوق. ما جبتش من ام 20 الصراحه، جبت 2 كيلو ومن ام 15 اهي. تبقى ضعيفه عن ام 20 شويه مش اكتر. مش عارفه اوضح لكم ولا لا، اهو شايفين حجمها. جبت 2 كيلو من ام 15 ب 30 جنيه، يعني 60 جنيه بطاطس، 30 جنيه طماطم. جبت بقى البتنجان اللي هو الاسمر ده او الكوبي، جبت
كان بتقولي الكيلو ربع ب10، خدت كيلو ونص ب10، بس انا جبت ب5 جنيه بس، يعني كيلو الا ربع. ده كيلو الا ربع بتنجان. جبت بقى البتنجان ده اللي هو المحشي، اللي هو عروس او حاجه زي دي. جبت من اللي هو الصغير ده، هسلقه وبعمله مخلل كده، بخلله. وجبت كمان اللي هو المحشي، يعني جبت الاتنين مع بعض اهو حجم تاني. جبت كان كيلو ربع بتنجان ب10، جبت ب20 جنيه. يعني قلت عشان ب10 جنيه يبقى للتخليل، عملت حسابي وزنت كيلو وربع، كيلو وربع الاول، وبعدين وزنت كيلو وربع تاني اللي هو بتاع التخليل الصغنون ده. بسلقه بقى بيبقى طعمه حلو يعني جنب الاكل. جبت كمان بطاطا كتير جدا في السوق بس غاليه، كانت الكيلو وربع برضو ب10. قلت بما ان انا عندي ذره هنشويه مع بعض برضو، والبطاطا موجوده، قلت اجيب شويه بطاطا. يعني جبت كيلو وربع بس ب10 جنيه، قلت اشويه مع الذره. جبت بقى الفاكهه، جبت نوعين فاكهه بس عشان ما تزعلوش اهو. جبت 2 كيلو عنب، العنب كان عامل 30 جنيه، جبت 2 كيلو ب60 جنيه. الولاد اخدوا منه يعني وكلوا منه بألف هنا وشفا اول ما جه. وجبت اللي هو البلح الاسمر ده اهو، الكيلو كان عامل 25 جنيه، كان في السوق ب30. وده لقيت واحد واقف بره السوق كده بتروسيكل معاها ب25، بس لقيت البلحيه بتاعته احلى من اللي في السوق اهو. وجبت كمان نص كيلو فلفل. الفلفل مش عارفه، حاسه ان هو انضحك عليا الصراحه، لان الفلفل واحده قالت ايه ده الفلفل ب10 جنيه بعد ما انا نقيت. ده جبته على 15 جنيه، جبت نص كيلو بس، لان عندي من الفلفل اللي انا كنت مصوره معاكم الفيديو اللي فات ده، كنت جايبه كيلو فقضاني كتير، يعني ما عملتش منه حاجه، ففي كميه فلفل كتير عندي، فجبت نص كيلو بس فلفل. وجبت ايه تاني، وجبت نص كيلو كنافه عشان نعمل صينيه كنافه بقى حلوه كده. مش شرط ان احنا في رمضان يبقى موجود كنافه، الكنافه موجوده عندنا على طول 24 ساعه، عندنا محلات الكنافه شغال، اللي هي الكنافه الآلي اللي هي الرفيعه الشعر دي. فبحب اجيبها يعني تبقى موجوده عندي في الفريزر، الولاد عايزين حاجه حلوه اعمل لهم صينيه كنافه بالمانجا كده، يعني قلت ايه اجيب نص كيلو. نص كيلو كان عامل 20 جنيه. وبس كده، ما جبتش اكتر من كده او ازيد من كده، ازيد من كده او اقل من كده. حبيت ان انا اشارك معاكم الاسعار في الفيديو كله. في ناس بتحب فيديو المشتريات وبتطلبوا مني، وفي ناس ما بتحبش فيديوهات المشتريات، زي بتستكتر على الواحد الحاجه. انا بقول لكم الحاجات دي بتاعت اسبوعين وساعات 3، يعني انا من ساعه ما صورت معاكم الفيديو، رجعوا الفيديو اللي فات، ما نزلتش السوق والله العظيم غير النهارده اهو يوم السبت. فنزلت جبت التسويقه بتاعتي دي، من ساعتها انا ما نزلتش جبت حاجه خالص. هل ان انا اشتريت حاجه تانية ولا لا؟ في خلال الفتره دي اشتريت كيلو بطاطس من على الشارع وكيلو طماطم بس. والحاجه دي بتقضيني الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا، ايا كان هي كتير ايا كان شويه، ففضل ونعمه من عند ربنا. نقول الحمد لله. طبعا الاسعار غاليه جدا في السوق، كانت المانجا عامله 25 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب30. فانا ما جبتش علشان احنا داخلين على موسم تخزين، يعني مش داخلين، ده الموسم هيخلص اهو، يعني انا الفتره دي انا هخزن فيها. فقلت لا خلينا ان انا اشتري مانجا بالكيلو، فلا انا هشتري بالبرنيكه يعني من الوكاله وكده. فقلت كفايه عليا نوعين الفاكهه دول، وان احتجت حاجه ابقى انزل اجيبها عادي. كملوا بقى الفيديو معايا للاخر، واهم حاجه لسه حطيتوا اللايك ولا لسه؟ لو لسه ما حطيتوش يا ريت تنزلوا تحطوه. واهم حاجه انكم تشتركوا في القناه، منوريني ومشرفيني، ووجودكم في قناتي شرف ليا على راسي من فوق. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ رجعت كل حاجه مكانها في الثلاجه، وهفضي البطاطا هنا واحط عليها ميه تتنقع بيها، بحيث اي طينه او اي حاجه من عليها كده تتنضف وتبوش كلها اهو. هحطها بقى تتنقع كده شويه. وبعد كده بقى طلعت البتنجان. زي ما قلت لكم انا كنت جايبه كميه للسليق، كان كيلو وربع للسليق، وكيلو وربع اسيبه بقى في التلاجة، اعمل مثلا محشي مره،
بيه، او مثلا نحمر منه. بس عامه طالما في بتنجان مسلوق او بتنجان مخلل ما بحمرش خالص بتنجان، يعني كل اعتمادي على البتنجان المخلل جنب الاكل بقى بيبقى روعه جدا جدا. وبما ان احنا في احلى موسم بتنجان، البتنجانه البنفسجي دي اللي بعد ما تخلليها بعديها يعني بساعتين 3 تبص تلاقيها احمرت من جوه. تعالى هنعمل الطريقه حلوه كده مع بعض. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، يا ريت تحطي اللايك، ربنا يكبر بخاطرك يا رب ويجازيك كل خير على كل لايك بتحطيه وعلى كل تعليق بتكتبه لي من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي ده شرف لي. انا اسفه بقى اني اتاخرت في تنزيل الفيديو ده. المفروض ان الفيديو كان نازل لكم زي ما شفتم كده بصوت في اوله، لكن في اخره انا حبيت امنتج عشان اقول لكم ايه اللي حصل. المفروض ان كان في عطل جامد جدا في النت الفتره اللي فاتت 3 4 ايام اللي فاتوا، فكان المفروض ان الفيديو ده ينزل لكم يوم السبت، في اول حد كان ميعاده كده. فلحد دلوقتي انا بمنتج لكم اهو يوم الخميس، دلوقتي الساعة 6 مساء ولسه النت ما جاش. فانا مش عارفة الصراحة ان الفيديو ده اتمنتج على مرتين اهو، والمفروض ان هو كان ينزل في ميعاد تاني. مش عارفة هيحصل ايه في النت او النت هيجي امتى يعني. بس عامة انا اسفة على تأخيري في تنزيله والله العظيم غصب عني. عملت ايه دلوقتي؟ قسمت البتنجان اللي هو الطويل للمحشي والبتنجان القصيرة الحلوة ديت للسيليه. جبت البتنجان وقطعت القعب بتاعه او الراس بتاعته. انا بسيب الراس ذات نفسها وبعمل الحته اللي هي الطويله دي. طب بتسيب الراس ليه يا ريهام؟ الراس دي عشان تخلي لك البتنجانيه كده الحته اللي تحت البتنجانيه ما تستويش منك بسرعه ويبقى جامد كده ويبقى فيه الرمق زي ما بيقولوا. عملت ايه؟ جبت حله حطيت فيها شويه ميه وحطيتها على البتنجان عشان البتنجان بعته ان هو بيعلى يعني بيفور كده في الميه، ما بيبقاش تقيل ان هو ينزلك في الميه من تحت. وهنا بعد ما البتنجان اتسلق هقوم جايبه البتنجان كله شايله بقى الزياده كله اللي فيه اللي انا سلقاه بيها. وبعد كده هنخلله مع بعض. على فكره انا بتعب جدا 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 يوم تخليل البتنجان علشان ايدي الاكزيما اللي فيها ملتهبه جدا وما ينفعش ان انا امسك اي حاجه. وعاوزه اقول لكم ان انا يعني هعمله هحشيه بهرسه شطه. لكم ان تتخيلوا بقى اللي هيحصل في ايدي النهارده. بقيت مش طايقه كل شويه اروح على الحنفيه اشطف ايدي وارجع تاني، اشطف ايدي وارجع تاني. يعني انا كده كنت بهرش في ايدي وبغسلها وارجع غصب عني والله العظيم. بس حاجة يعني ما تتخيلوهاش، ربنا يعافيكم يا رب منها وما يكتبهاش عليكم اللهم امين. بجيب البتنجانية بقى بفتحها كده واجيب هريسة الشطة. هريسة الشطة دي عرفونا بتتعمل ازاي يا ريهام؟ دي شطة اللي هي الشطة قرون، الشطة الحارة اللي بتبقى في السوق. بجيبها واضربها في الكبة مش في الخلاط، في الكبة عشان تبقى قطع كده كأنك مقطعاها على ايدك. وبعد كده بحفظها كده في علبة في الفريزر، بتقعد عندي من السنة للسنة. بقوم عاملة ايه اول ما اعمل بتنجان يعني عاوزة احشيه او ايا كان انا محتاجاها لحشو اي حاجة. فبقوم مطلعه معلقتين منها على معلقتين توم مهروس على شوية خل على اللهم ذكرني على ليمونتين 3 4 5 6 كتري زي ما انت عايزة، على شوية ملح. وكل ده في الكبة ضربة كده في الكبة بتبقى ايه يعني. عاوزة اقول لكم بتودي البتنجان المخلل في حتة تانية. تقدري بقى تستخدميها البتنجان مثلا المتحمر اي حاجة بتحبيها بهرسة الشطة تعمليها بيه. وعملت برضو قبل كده الهريسة اللي هي بتبقى مستوية على النار. هريسة الشطة المستوية على النار دي حاجة وهم كده. هجيب شوية كمان منها بعد ما حشيت البتنجان لقيت الكمية بتاعت الشطة اللي انا عملتها يا دوبك على البتنجان، يعني جه على اخر بتنجانية واتحشت. طب هعمل ايه؟ جبت شوية مية بقى علشان التتبيله بتاعت البتنجان او الميه اللي هتحط فيها او اللي هيتنقع فيها البتنجان. وبحب اللحظه دي ان انا استخدم ميه ساقعه، يعني الميه اللي انا هحطها على البتنجان دلوقتي هتبقى ميه ساقعه. هجيب بقى معلقتين من الهريسه اللي انا بقول لكم عليها ان انا مسويها على النار بشويه زيت كده وطعمها رايح في حته تانية والله العظيم، طعمه خطير. عاوز اقول لكم ان جوزي جه بالليل، يعني مثلا انا عاملاه دلوقتي كانت الساعه 8 جوزي جه بعديها بساعتين. كان دم البتنجان دم كده وحراق موحوح كده سبايسي، حاجة كده فوق الخيال. يفتح نفسك والله، يحرش كده معاك الأكلة، يودي الأكلة في حتة تانية. يعني شوية بتنجان يعني شغل فاخر من الآخر في قلبك في قلبك يعني.
اسيبكم بقى كده واشوف وشكم على خير في الفيديو اللي جاي. اهم حاجه يا ريت تحطوا لي اللايك، ويا ريت لو لسه مشتركتوش تنزلوا اشتركوا. بكده وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.